مدريد فوزا ثمينا على ضيف فالنسيا ب2-1 في الجولة 35 من الدوري الإسباني، ليتصدر الفريق الملكي ترتيب الدوري مؤقتا قبل مباراة برشلونة مع إسبانيول. من أجل زعامة الليغا كان لابد لريال مدريد ألا يفرط في أي نقطة عندما استقبل في سانتياغو برنابيو فالنسيا بعد أيام من اكتساحه ديبورتيفو لا كورونيا. لقاء الذهاب الذي خسره الريال في ملعب ميستايا بات صفحة منسية في سجلات الدوري الإسباني، حيث كاد الفريق الملكي أن يستهل مباراته بأسوأ سيناريو حين حاول سانتيمين التسجيل، لكن نافاس كان في المكان المناسب. رد أصحاب الأرض ترجم بتسديدة لكريم بنزيما استقرت في أحضان الحارس، ثم حاول كريستيانو رونالدو من كرة ثابتة، لكن تسديدته مرت فوق العارضة. رونالدو لم ييأس ونشط حضوره في مناطق فالنسيا حتى نجح الدوم في تحريك صمت المدرجات برأسية رائعة عرفت طريقها إلى الشباك، مسجلا هدفه الأول في الليغا منذ 12 من مارس على ريال بيتيس، هدف انتهى على وقعه الشوط الأول بتقدم الميرينجي. بعد الاستراحة جرب بنزيما حظه، غير أن القائمة منع تسديدته، ليتحصل بعد ذلك لوكا مودريتش على ركلة جزاء أخفق رونالدو في إسكانها الشباك بعد أن صدها الحارس. كرة القدم عاقبت النادي الملكي الذي أضاع عديد الفرص، فكان هدف التعادل للضيوف عبر دانييل باريخو في الدقيقة 82 من كرة ثابتة لا تصد ولا ترد في زاوية الحارس. فرحة الخفافيش لم تدم أكثر من 4 دقائق حين أنقذ مارسيلو فريقه من التعثر بتوقيعه هدف الفوز الثمين. هدف من ذهب ذلك الذي أبقى على أمال ريال مدريد في تحقيق لقب الليغا، ومنحه دفعة معنوية كبيرة قبل فتح الملف الأوروبي الثلاثاء المقبل أمام أتلتيكو مدريد. أنا سعيد جدا